بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي متابعين الكرام، عايز اتكلم كده كلمتين مهمين قوي لجمهور الاهلي قبل مباراة الاهلي قصاد بيراميدز اللي هتكون كمان ساعات. يعني احنا بنصور الفيديو تقريبا حوالي الساعة 6 دلوقتي، فالمباراة فاضل لها حوالي 3 ساعات. ففي كلمتين مهمين جدا انا عايز اقولهم للجمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي ما تسمحش باي استفزاز جوه الملعب، ولا بخطأ من الحكم ولا من لعيبه بيراميدز. ما تديش فرصه لاي حد انه يستشيرك. انت دايما خلي الاستثاره اللي عندك هو من للعيبتك لفرقتك. اطلب دايما منهم المكسب. ما تخليش اي حاجه تطلعك بره انه انت بتشجع الفرقه. طبعا انت مش مستني حد يقول لك هتعمل ايه، انت بالطبيعه جمهور الاهلي انت عارف هتعمل ايه، واحسن واحد عارف. الجمهور اللي بيوصل هو احسن واحد عارف ايه اللي هيحصل في الملعب، احسن مني وانا بتكلم عن الجمهور. الجمهور هو اللي رايح، هو اللي قاعد في الاستاد، هو اللي قاعد في الحر، هو اللي قاعد مستني، هو اللي هيشجع لاخر دقيقه. خلي دايما الهدف، واعرف كويس قوي الاهلي كسب ما كسبش اتعادل، هو الاهلي لسه مازال عنده منافسه، مازال مباراه المصري مهمه، مازال مباراه سيراميكا مهمه، مازال الست مباريات بعديهم مهمين. فدايما خلي عندك احساس انه لا لسه فيه، فما تخسرش ولا تفقد ان الاهلي طلع بره المنافسه، لا فما تخليش دي. النقطه الثانيه، استقبل اي حاجه من لاعبي بيراميدز وانت في مكان تاني. خلي صدرك رحب، ما تضايقش نفسك. حصل موقف من اي لعيب من بيراميدز، شيبي غيره، لا عادي عدي، الموضوع بسيط. النقطة التانية بقى اللي أنا عايز أتكلم فيها واللي أتمنى منها إن كابتن آه كولر يكون فاهمها، إنه الأهلي ما زال عنده في المباراة دي التعادل كويس، والمكسب طبعا هو الممتاز. فأنا مش عايزه ينزل مندفع. حتى لو الجمهور، إنك توصل إحساس بامتلاك الكرة. أسبانيا ممكن تقدر تكسب وهي بتمتلك الكرة، مش لازم اندفاع، مش لازم كل اللعيبة بتضغط من أول 10 دقايق عشان تجيب الهدف. لا، امتلك الكرة. ويا رب تكون قادر تقتنع وتقرا من المباراة اللي فاتت ان وجود ديانج شيء مهم في خط النص، ده شيء مهم جدا. ديانج، امام عاشور، اختار اللي انت عايزه. ديانج، امام عاشور، اختار اللي انت عايزه. بلاش تستخدم ديانج في اخر نص ساعه، لا استخدمه. ويا رب تكون قادر تفهم ان طاهر لا محتاج انه يرتاح، وانك لازم تدي فرصه لرضا سنين. وانت يا حسين شحات لعبت حتى على الشيبي، ما تغيرش المكان عادي. الرياضه واللي حصل حصل، واثبت ان الموضوع كان خلاص، المشكله حصلت واحنا دلوقتي في الملعب وبلعب للملعب، بلعب عشان امتع نفسي وامتع الجمهور. فوسام ابو علي مش محتاج ان حد ينصحه، هو عارف ازاي يقدر يلعب على الاثنين المدافعين. القصه كلها مش انا جمهور الاهلي يبقى ورا فرقته. النقطه الاهم انه خالد عبد الفتاح في المباراه دي فعلا محتاج انه ياخد المباراه. انا مش مع الناس اللي بتتكلم انه محمد هاني اللي يبقى موجود، لا، خالد عبد الفتاح وجوده مهم. ولو عمر كمال عبد واحد بعد كل الاداء الرائع اللي اداه كريم فؤاد في المباريات اللي فاتت بما فيهم مباراه بيراميدز، لا انا شايف ان عمر كمال عبد واحد هو اللي يبدا. واحسن ثنائي في الدفاع هو رامي ربيعه ومحمد منعم. وبالطبيعي من غير كلام كتير، هو كولر عنده الشناوي رقم واحد باداء ممتاز، باداء متوسط، هو عنده الشناوي رقم واحد. ودي ما فيهاش مشكله ان يبقى مدير فني شايف ان في حارس رقم واحد في اهتزاز في ادائه، لكن هو عنده ده رقم واحد. فالشناوي هيبقى موجود، رامي ربيعه ومحمد منعم. اتمنى ان يكون خالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد واحد. اتمنى يكون امام عاشور وديانج دول في خط النص، وتقدر تلعب بقى مروان عطيه ما فيش مشكله، تلعب باكرم توفيق ما فيش مشكله. لكن دول الثلاثه مش اكيد كولر مش هيفاجئنا. لكن المفاجاه الاكبر انه لو لعب بامام عاشور وقفشه وديانج، وحاول انه يستحوذ على الكوره في نص الملعب، ويوري فرقه بيراميدز ان فرقه الاهلي فرقه صعبه، وان الكوره مع فريق الاهلي ما بيتمش فقدها بسهوله، ده هيصعب وهيهبط فريق بيراميدز جدا. اكيد بيراميدز هيبقى نازل عنده روح. المكافاه كبيره اللي عرضها ممدوح عيد، 10000 دولار على كل لاعب. ففكره ان كولر لو لعب بقفشه انا مش هتفاجئ، لو لعب بقفشه وامام انا مش هتفاجئ. فيبقى قفشه وامام ومعاهم ديانج، طرفين رضا سليم وحسين الشحات، ومعاهم وسام ابو علي.